سيدنا عيسى عليه السلام هينزل في آخر الزمان، وهو اللي هيقتل المسيح الدجال، وكمان في نفس الوقت ده هيكون في معركة فاصلة بين المسلمين واليهود، واللي هتنتهي بإذن الله بانتصار المسلمين ونهاية كل اليهود اللي موجودين على الأرض، وبكده تكون انتهت فتنة المسيح الدجال. بعد انتهاء فتنة المسيح الدجال هيبدأ المسلمين اللي موجودين في كل بقاع الأرض إن هم يروحوا لسيدنا عيسى عليه السلام عند بيت المقدس. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المسيح الدجال مش هيقدر يخش 4 أماكن على الأرض: مكة والمدينة وبيت المقدس وكمان جبل الطور. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا إن إحنا لما نعرف إن المسيح الدجال خرج نحاول نروح مكان من ال4 أماكن دول عشان ننجو بنفسنا ونبعد عن فتنة المسيح الدجال، لأن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة على وجه الأرض. كنا اتكلمنا عن المسيح الدجال في فيديو خاص بيه اسمه خروج المسيح الدجال، تقدر تشوفه عشان تقدر تكمل معانا الأحداث. فالمسلمين هيكونوا أثناء فتنة المسيح الدجال مستخبيين في واحد من الأماكن دي عشان ينجوا بنفسهم من المسيح الدجال ويعصموا نفسهم منه. لكن بعد ما سيدنا عيسى عليه السلام هيقتل المسيح الدجال، المسلمين كلهم هيبدأوا يبلغوا بعض ويعرفوا بعض إن المسيح الدجال خلاص مات وفتنة المسيح الدجال خلاص انتهت، فهيبدأوا يخرجوا من المدن والأماكن اللي هم مستخبيين فيها ويروحوا عند سيدنا عيسى عليه السلام عشان يشوفوه وعشان يبايعوه وعشان يشوفوا هيعمل ايه في الفترة اللي جاية. ولما المسلمين بيروحوا عند سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام بيقابلهم وبيمسح على وشهم. العلماء بيقولوا ان ده سبب من الاسباب ان سيدنا عيسى عليه السلام يطلق عليه اسم المسيح، لان هو هيمسح على وجوه المؤمنين اللي ربنا سبحانه وتعالى عصاهم من فتنة المسيح الدجال. والعلماء بيقولوا ان المسح ده حاجة من اتنين: يا اما مسح حقيقي يا اما مسح مجازي. فلو هو مسح حقيقي يعني سيدنا عيسى عليه السلام هيمسح فعلا على وجوه المؤمنين بايديه، او ان المسح المقصود هو المسح بالمعنى المجازي، يعني سيدنا عيسى عليه السلام هيمسح عنهم كل كرب، كل غم أو كل خوف أو كل عدم أمان كان موجود عندهم بسبب وجود المسيح الدجال وفتنته. وبعد ما سيدنا عيسى عليه السلام هيمسح عن وجوه المؤمنين هيبدأ يكلمهم عن درجاتهم في الجنة، هيعرف كل واحد منهم مكانته في الجنة هتكون فين. ربنا يوعدنا ونكون من أهل الجنة بإذن الله. وفي الوقت اللي هيكون سيدنا عيسى عليه السلام بيعرف المؤمنين درجاتهم في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى هيوحي لسيدنا عيسى عليه السلام. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فبينما هو كذلك، يعني في الوقت اللي هو بيعرف المؤمنين فيه درجاتهم وأماكنهم في الجنة، إذ أوحى الله إلى عيسى: إني قد أخرجت عبادا لي لا يدان لأحد بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. ربنا سبحانه وتعالى هيوحي لسيدنا عيسى عليه السلام إن هو خرج عباد، العباد دول لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا طاقة لأحد بهم، محدش هيقدر يقاتلهم، محدش هيقدر يقف في وشهم. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لسيدنا عيسى عليه السلام: فحرز عبادي إلى الطور، يعني خد المسلمين اللي معاك وروحوا اقعدوا عند جبل الطور، روحوا اقعدوا عند جبل الطور عشان تنجوا بنفسكم، عشان تبعدوا عن العباد دول، لان محدش هيقدر يقف في وشهم ومحدش هيقدر يقاتلهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ويبعث الله يأجوج ومأجوج. ربنا سبحانه وتعالى هيفتح السد، سد يأجوج ومأجوج هيتفتح وهيخرجوا وهم من كل حدب يومئذ ينسلون. فمين هم يأجوج ومأجوج دول اصلا وكانوا موجودين فين؟ ولما ربنا سبحانه وتعالى هيبعثهم في اخر الزمان في عهد سيدنا عيسى عليه السلام هيخرجوا يعملوا ايه؟ وليه ربنا سبحانه وتعالى امر المسلمين وسيدنا عيسى عليه السلام ان هم ينجوا بنفسهم ويروحوا عند جبل الطور؟ وايه الاحداث اللي هتحصل في الفتره دي؟ وايه هتكون نهايه يأجوج ومأجوج؟ كل الاسئله دي واكتر باذن الله هنجاوب عليهم في فيديو النهارده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة أبو العباس شو، القناة اللي دايما متعودين نقدم عليها قصص ومعلومات مشوقة وممتعة جدا، وفيديوهاتنا اللي دايما بتكون بتجمع بين المتعة والفايدة، فإن شاء الله فيديوهاتنا تعجبكم. الفيديو ده هو جزء من أجزاء سلسلة أحداث النهاية وعلامات الساعة، السلسلة اللي بنتكلم فيها عن كل الأحداث والتفاصيل اللي هتحصل في آخر الزمان، كل الأحداث والتفاصيل اللي هتحصل قبل قيام الساعة. وكنا اتكلمنا في فيديوهاتنا اللي فاتت عن بعض الأحداث اللي هتحصل في آخر الزمان، اتكلمنا عن الملحمة الكبرى أو هرمجدون، المعركة الفاصلة اللي هتحصل بين المسلمين والروم واللي بإذن الله هتنتهي بانتصار المسلمين على الروم. واتكلمنا كمان عن فتح القسطنطينية الأخير، وقلنا إن بعد ما يحصل الفتح ده هيخرج المسيح الدجال. اتكلمنا كمان عن الخليفة المهدي، خليفة المسلمين في آخر الزمان، عرفنا إيه قصته وإيه حكايته، عرفنا هيخرج إمتى وفين وإيه الأحداث اللي هتحصل في عهده أو في خلافته، وعرفنا إيه هي صفات وعلامات المهدي الحقيقي اللي النبي صلى الله عليه وسلم بشرنا بيه، وعرفنا كمان إيه الفرق بين المهدي عند السنة والمهدي عند الشيعة، وهو فرق كبير جدا لازم كلنا نكون عارفينه. اتكلمنا كمان عن خروج المسيح الدجال واللي تعتبر أعظم فتنة على وجه الأرض، اتكلمنا عن صفات وعلامات الدجال اللي لازم كلنا نكون عارفينها كويس جدا، وعرفنا كمان هيخرج إمتى وفين وإيه الأحداث اللي هتحصل في فترة خروجه. وكمان اتكلمنا عن نزول سيدنا عيسى عليه السلام، عرفنا هينزل إمتى وفين وإيه الأحداث اللي هتحصل بعد نزوله. وكمان اتكلمنا عن موت ونهاية المسيح الدجال. اتكلمنا كمان عن المعركة الفاصلة اللي هتحصل بين المسلمين واليهود، المعركة اللي هينطق فيها الحجر والشجر واللي هتنتهي بإذن الله بانتصار المسلمين على اليهود، وهتكون هي نهاية اليهود عن وجه الأرض. اتكلمنا كمان عن الدخان، وقلنا إن في بعض العلماء بيقولوا إن علامة الدخان حصلت بالفعل، وبعضهم بيقول إن هي لسه ما حصلتش وهتحصل في آخر الزمان. كل الأحداث والتفاصيل دي وأكتر تقدروا تعرفوهم في فيديوهاتنا في سلسلة أحداث النهاية وعلامات الساعة. السلسلة دي مهمة جدا لازم تعرفوها وتتفرجوا عليها عشان تقدروا تكملوا معانا وتتابعوا معانا الأحداث. السلسلة دي هتظهر معاكم في حرف الأي اللي موجود فوق، وكمان هتلاقوا اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. فلو ده أول فيديو تشوفه ليا انزل بسرعة اعمل اشتراك للقناة وفعل الجرس عشان دايما يوصلك كل جديد.
تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. كمان ما تبخلش علينا باللايك والكومنت والشير، لان ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لاكبر عدد من الناس. وعشان ما اطولش عليك كتير، يلا جهز مشروبك وتعالى بسرعه عشان نبدا قصه النهارده. مين هم يأجوج ومأجوج؟ كتير جدا اتكلموا عن يأجوج ومأجوج، في روايات وقصص وأحداث كتيرة جدا منتشرة عنهم، لكن أغلب الروايات والقصص دي هي قصص مش حقيقية أصلا، كلها تأليف وكلها ملهاش أي علاقة بالحقيقة. فهتلاقي مثلا ناس بتقولك إن هم أجسامهم ضخمة جدا، وناس تانية بتقولك لا ده أجسامهم صغيرة جدا، لدرجة إن هم يخرجوا من كل حتة، يخرجوا من تحت عقب الباب ويخرجوا من الحنفيات ويخرجوا من كل مكان، حتى الأماكن الضيقة والصغيرة جدا. وفي كمان روايات بتوصفهم وبتقول عنهم إن هم ودانهم كبيرة جدا، لدرجة إن الواحد منهم بينام على ودن وبيغطي نفسه بالودن التانية. وهتلاقي ناس تانية بتقولك إن هم أصلا مش من البشر، يقولوا عنهم إن هم كائنات غريبة ومختلفة عننا تماما، ومنهم كمان اللي بيقولوا إن هم كائنات فضائية. وفي كمان بعض الناس بيقولوا إن يأجوج ومأجوج هم سكان جوف الأرض، يعني السكان اللي عايشين جوه باطن الأرض مش عايشين على سطحها. وفي كمان بعض الروايات بتقول إن يأجوج ومأجوج هيكونوا شبه التتار أو المغول، يعني هيكونوا شبه سكان شرق آسيا، وغيرهم كتير جدا من القصص والروايات اللي بتوصف أشكالهم وأحجامهم. لكن كل الروايات والتفاصيل اللي احنا قلناها دي هي روايات ضعيفة جدا وملهاش أي أساس من الصحة، ومش هو الوصف الحقيقي اللي ورد في السنة النبوية، كلها روايات ملهاش أي أساس من الصحة وتعتبر كذبة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة الكرام اللي منسوبة ليهم الروايات دي. فاحنا بإذن الله في الفيديو ده هنتكلم عن يأجوج ومأجوج بوصفهم الحقيقي، الوصف اللي ورد في القرآن الكريم أو في السنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة لازم نعرفها إن يأجوج ومأجوج دول مش شخصين، يعني مفيش واحد اسمه يأجوج وواحد اسمه مأجوج، لا، يأجوج ومأجوج دول قبيلتين، يعني جماعة من الناس اسمهم يأجوج وجماعة تانية من الناس اسمهم مأجوج، فهم على بعض كده قبيلتين كبار جدا من البشر، وهم فعلا من البشر، من نسل سيدنا آدم عليه السلام زينا زيهم، فهم بشر عاديين جدا زي وزيك، والاختلافات اللي بيننا وبينهم اختلافات بسيطة جدا زي أي اختلافات بين أي بشر موجودين على الأرض في الوقت ده، كلها اختلافات عادية زي اللي موجودة بيننا دلوقتي. يعني هتلاقي مثلا بعض السكان في بعض الأماكن من الأرض طوال، بعضهم قصيرين، بعضهم تخان، بعضهم رفيعين، كلها اختلافات عادية بتنتج نتيجة اختلاف ظروف المعيشة، اختلاف الطقس، اختلاف البيئة، اختلاف المكان، اختلاف طبيعة الحال. كل الاختلافات دي بسيطة جدا وبيننا وبين كل البشر اللي موجودين دلوقتي، فهي نفس الاختلافات اللي هتكون بيننا وبين يأجوج ومأجوج. طب ايه الدليل على ان يأجوج ومأجوج من البشر من سلالة سيدنا آدم عليه السلام ومش كائنات غريبة او فصيل تاني غير البشر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير بين يديك، فيقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999، فعندها يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، ولكن عذاب الله شديد. الصحابة لما سمعوا الكلام ده خافوا جدا وترعبوا، وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم: لما من كل 1999 هيخشوا النار، امال مين الواحد ده؟ مين الواحد اللي هيخش الجنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم وقال لهم: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000. وكده نبقى عرفنا إن يأجوج ومأجوج من البشر، من أبناء سيدنا آدم عليه السلام، لأن ربنا سبحانه وتعالى هيقول لسيدنا آدم عليه السلام: أخرج بعث النار، يعني خرج اللي هيخش النار من امتك. طيب هما مين اللي هيقابلوا ياجوج وماجوج وهيحضروا احداثهم؟ اللي هيحضروا الاحداث دي ويعيشوا فتره خروج ياجوج وماجوج هم اللي هيكونوا عايشين في اخر الزمان، هم اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعصمهم من فتنه المسيح الدجال، وهيكونوا عايشين في الفتره دي، في فتره خلافه سيدنا عيسى عليه السلام. فمش كلنا هنحضر الاحداث دي ومش كلنا هنشوف ياجوج وماجوج، لكن لو ربنا اراد ان احنا نكون من الناس دي، ان احنا نكون من الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعصمهم من فتنه المسيح الدجال وهنعيش فتره خلافه سيدنا عيسى عليه السلام، فاحنا هنحضر احداث ياجوج وماجوج. والله اعلم الفتره دي هتكون امتى، فممكن احنا نعيش الاحداث دي وممكن اولادنا او حتى احفادنا يحضروها، فواجب علينا ان احنا نكون عارفين الاحداث دي كويس، واجب علينا نكون عارفين احداث النهايه وعلامات الساعه عشان ننجو بنفسنا من الاحداث دي، عشان ننجو بنفسنا من كل الفتن اللي هتحصل في اخر الزمان. طيب بما ان ياجوج وماجوج من البشر ومفيش اي فروقات بيننا وبينهم، اجسامهم عاديه واشكالهم عاديه زينا زيهم، فايه اللي يخلينا نخاف منهم وايه اللي يخليهم علامه من علامات الساعه؟ وايه اللي يخلي الناس تترعب وتخاف من مجرد ذكر اسمهم؟ العلماء بيقولوا ان في سببين رئيسيين هم اللي مخلين ياجوج وماجوج واحده من العلامات المرعبه جدا، واحده من العلامات اللي مجرد ذكرها بس الناس بتخاف جدا وتترعب منها. السبب الاول ان ياجوج وماجوج قوم مفسدين في الارض، ما عندهمش اي التزام، ما عندهمش اي انضباط لا بدين ولا بعرف ولا باخلاق ولا باي حاجه خالص، فهم ما بيعملوش اي حاجه غير الفساد في الارض. ورد ذكر ياجوج وماجوج في سوره الكهف، كان في ناس عايشين في فتره خلافه ذو القرنين، الناس دول راحوا يستنجدوا بذو القرنين عشان يحميهم من الفساد اللي بيعمله ياجوج وماجوج في الارض. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: قالوا يا ذا القرنين ان ياجوج وماجوج مفسدون في الارض، فهم هيكونوا بيفسدوا في الارض وبيكفروا بربنا سبحانه وتعالى. يبقى السبب الاول ان هم هيكونوا مفسدين في الارض. السبب الثاني ان هم هيكون عددهم مهول جدا،
عددهم المهول ده هيكون ملوش أي حصر وملوش أي معنى. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وصفش عددهم حتى وقال عنهم اللي هم 100,000 أو مليون أو حتى مليار. الوصف اللي النبي صلى الله عليه وسلم وصفه لنا هو وصف يبين إن هم مالهمش عدد، عددهم ما يتحصرش أصلا وما يتفهمش، عددهم ما يخشش عقولنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف أعدادهم المهولة دي وبيقول عنها: ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، ويمر آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرة ماء. النبي بيقول إن أول فوج هيعدي على البحيرة دي هيشرب كل المية اللي موجودة فيها، لدرجة إن الأفواج اللي هتيجي بعد كده، الأفواج اللي هتيجي في الآخر، هيقولوا ده كان في هنا مية في يوم من الأيام. وعشان تتخيلوا حجم بحيرة طبرية دي، عايز أقول لكم إن بحيرة طبرية دي طولها 21 كيلو وعرضها 13 كيلو، وأقصى عمق ليها بيوصل ل 46 متر. حجم مهول وكبير جدا من الميه. فلما اول فوج منهم يشربوا كل الميه اللي موجوده فيها ويعدي الافواج اللي بعد كده يقول ده كان في هنا ميه في يوم من الايام، متخيل عددهم عامل ازاي؟ عدد مهول وكبير جدا ما تقدرش تستوعبه اصلا. كمان ربنا سبحانه وتعالى بيوصفهم في القران وبيقول عنهم: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. العلماء بيقولوا إن معنى الحدب هي الأماكن المرتفعة، يعني الهضاب أو الجبال أو كل مكان مرتفع موجود على الأرض في الوقت ده. فربنا سبحانه وتعالى بيقول إن هم من كل حدب ينسلون، يعني نازلين بسرعة جدا من على المرتفعات دي. فالكلام ده معناه إن هم خلصوا كل الأراضي المبسطة، خلصوا كل المسطحات الممهده اللي صالحه للمشي، لدرجه ان هم طلعوا فوق الجبال والهضاب والاماكن المرتفعه من كترهم ومن عددهم. اعدادهم المهوله دي تقدر تمثلها بالامواج بتاعه البحر. الموج بيبقى ماشي بيطلع وينزل فوق كل حاجه بتقابله في طريقه، بيكنسوا كل الارض بكل اللي فيها، ما بيهمهمش بقى منخفضات او مرتفعات او اي حاجه، ماشيين في كل حته على الارض. طب هم ياجوج وماجوج دول بكل اعدادهم المهوله دي كانوا موجودين فين اصلا؟ كانوا موجودين فين قبل ما ربنا سبحانه وتعالى يبعثهم في اخر الزمان؟ ياجوج وماجوج كانوا محبوسين ورا السد ده اللي بناه ذو القرنين عشان يحمي الناس من فسادهم في الوقت ده. قصه ذو القرنين اللي حكم الارض كلها والسد اللي بناه عشان يحمي الناس من شر وفساد ياجوج وماجوج هنتكلم باذن الله عنهم في فيديو من فيديوهاتنا. لكن خلينا نكمل في احداث اخر الزمان، الفتره اللي هيخرج فيها ياجوج وماجوج ويفتحوا السد. من بعد ما ذو القرنين بنى السد، كان كل يوم يأجوج ومأجوج بيحاولوا يفتحوا السد ده، كل يوم بيحاولوا ينقبوا ويكسروا في السد ده عشان يخرجوا ويعدوا الناحية التانية. كل يوم بيفضلوا شغالين طول النهار بيحاولوا يكسروا ويفتحوا السد ده، بيفضلوا شغالين طول النهار لحد ما الليل يليل عليهم، واخر اليوم بيكونوا فتحوا فتحه صغيره جدا من السد. ولما الليل بيليل عليهم واحد منهم بيقول لهم: كفايه شغل لحد كده وهنبقى نكمل بكره. فربنا سبحانه وتعالى بيأذن ان الفتحه دي تتقفل تاني ويرجع السد كامل من جديد. ولما بيرجعوا تاني يوم بيلاقوا ان الفتحه اللي هم كانوا سايبينها امبارح دي اتقفلت، وكل الشغل اللي هم عملوه ده راح على الفاضي. فيبداوا يشتغلوا تاني من جديد طول النهار يحاولوا يفتحوا السد، وبرضه في اخر اليوم بيفتحوا فتحه صغيره جدا وبيقولوا هنرجع نكمل تاني يوم. وبيفضلوا على الحال ده طول السنين لحد ما ربنا سبحانه وتعالى بيأذن بخروجهم في اخر الزمان في عهد سيدنا عيسى عليه السلام. هيفضلوا شغالين طول النهار وهيجوا عند اخر اليوم يكونوا فاتحين نفس الفتحه اللي هم بيفتحوها دايما، لكن في الوقت ده واحد منهم هيقول لهم ان شاء الله هنيجي نكمل بكره، فهم في اليوم ده هيقولوا ان شاء الله. فهم طول السنين اللي فاتت ما كانوش بيقولوا ان شاء الله، لكن في الوقت ده ربنا سبحانه وتعالى هيمن عليهم ان هم يقولوا ان شاء الله، هيرجعوا يلاقوا الفتحه موجوده زي ما هي ويقدروا يفتحوا السد ويخرجوا. والله اعلم السد ده مكانه فين، لكن هم اول ما يفتحوا السد ده هيبداوا يتجهوا ناحيه بيت المقدس، هيتجهوا ناحيه ارض الشام. وارض الشام دي هي الارض او المكان اللي هيحصل فيه معظم احداث النهايه. معظم احداث النهايه هتحصل في ارض الشام وبيت المقدس. عندك مثلا سيدنا عيسى عليه السلام هينزل عند المناره البيضاء اللي موجوده في الشام، وفي نفس الوقت ده المهدي والمسلمين اللي معاه هيكونوا مستخبيين في بيت المقدس. كمان المسيح الدجال في الوقت ده هياخد الجيش اللي معاه ويروح عند بيت المقدس عشان يحاربوا المسلمين اللي موجودين هناك. وسيدنا عيسى عليه السلام هيروح بيت المقدس ويقتل المسيح الدجال هناك عند باب لد. كمان المعركه الاخيره اللي هينطق فيها الحجر والشجر اللي هتكون بين المسلمين واليهود هتحصل في بيت المقدس. كمان ياجوج وماجوج لما يخرجوا في اخر الزمان هيتجهوا ناحيه بيت المقدس. وزي ما قلنا ان ربنا سبحانه وتعالى هيوحي لسيدنا عيسى عليه السلام ان هو ياخد المسلمين اللي معاه ويروح يستخبوا في الطور. والعلماء هنا مختلفين، بعضهم بيقولوا ان الطور ده هو جبل الطور اللي موجود في سيناء، وبعضهم بيقولوا ان هو جبل تاني موجود في بيت المقدس. اثناء خروج ياجوج وماجوج الناس اللي عايشين على الارض هيكونوا متقسمين لثلاث اقسام او ثلاث اجزاء. المجموعه الاولانيه اللي هم هيكونوا مع سيدنا عيسى عليه السلام عند جبل الطور. المجموعه الثانيه مش هيقدروا يوصلوا لسيدنا عيسى عليه السلام، مش هيلحقوا يوصلوا له، هيبداوا يستخبوا في الحصون والمدن عشان ينجوا بنفسهم من ياجوج وماجوج ويبعدوا نفسهم ويعصموا نفسهم من فتنتهم. المجموعه الثالثه والاخيره هم المجموعه اللي هيكونوا موجودين في سكه او في طريق ياجوج وماجوج وهم رايحين بيت المقدس، ولا هيلحقوا يروحوا جبل الطور مع سيدنا عيسى عليه السلام، ولا هيلحقوا يستخبوا في المدن والحصون، فهم هيكونوا في طريق ياجوج وماجوج. والمجموعه الثالثه والاخيره دي كلهم هيموتوا وهيستشهدوا في سبيل الله، لان هم ولا هيروحوا يلحقوا يستخبوا في المدن والحصون، ولا هيروحوا يلحقوا يستخبوا مع سيدنا عيسى عليه السلام. وربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا عيسى عليه السلام ان محدش هيقدر يقف قصادهم، مفيش اي حد ليه طاقه ان هو يواجههم ويقف قصادهم ويحاربهم، اي حد هيجي في طريقهم هيموتوه. ياجوج وماجوج هيفضلوا ماشيين في الارض لحد ما يوصلوا عند بيت المقدس، ولما يوصلوا هناك هيكونوا شايفين ان هم قتلوا كل اللي موجودين على الارض. لما يوصلوا عند بيت المقدس هيقولوا ان احنا كده خلاص قضينا وقتلنا على كل اهل الارض، يلا بقى نقتل اهل السماء، هلم فلنقتل اهل السماء. فهم من قوتهم وجبروتهم هيكونوا متخيلين ان هم كده خلاص قضوا على كل اهل الارض،
كمان عايزين يقضوا على أهل السماء. الله أعلم هم يقصدوا مين بأهل السماء، هل يقصدوا الطيور ولا يقصدوا الملائكة؟ الله أعلم هم يقصدوا مين، لكن هم من جبروتهم عايزين يقضوا كمان على كل أهل السماء. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن هم يبدأوا يوجهوا أسلحتهم للسماء، هيوجهوا النبال والنشاب والرماح اللي معاهم للسماء ويضربوها في السماء. ربنا سبحانه وتعالى هيفتنهم وهيرجع لهم الأسلحة بتاعتهم ملطخة بالدماء، فهم كده هيبقوا معتقدين ان هم كمان قضوا على اهل السماء. وفي الوقت ده هيكون في ازمه كبيره جدا عند سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه عند جبل الطور، لان هم هيقعدوا فتره كبيره جدا عند جبل الطور خايفين من ياجوج وماجوج. الفتره دي هتبقى فتره طويله جدا لدرجه ان المؤن والاكل اللي معاهم هيخلص. هتكون فتره صعبه جدا لان هم ولا هيبقى عندهم حاجه ياكلوها ولا حاجه يشربوها في الوقت ده. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عنهم: ويحصر نبي الله عيسى واصحابه حتى يكون راس الثور لاحدهم خيرا من 100 دينار لاحدكم اليوم. فسيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه هيبقوا متحاصرين عند جبل الطور، ومن شدة الجوع وعدم وجود الطعام والشراب في الوقت ده هيكون قيمة راس الطور بالنسبة لواحد منهم زي قيمة ال100 دينار بالنسبة لواحد من الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الفلوس مش هيكون ليها أي قيمة في الوقت ده، لكن أي حاجة بتتاكل حتى لو راس طور، الراس اللي هي يعتبر ما فيهاش لحمة أصلا، هتكون قيمتها أعلى بكتير جدا من قيمة ال100 دينار. تخيل معايا إن الدينار الواحد وزنه 4.25 جرام ذهب، يعني ال100 دينار دول ب 425 جرام ذهب، يعني قرب نص كيلو ذهب. فتخيل معايا ان لو واحد معاه نص كيلو ذهب وبيتعرض عليه ان هو يشتري راس طور بنص كيلو ذهب هيوافق، لان هو مش لاقي حاجه ياكلها او يشربها في الوقت ده. المجاعه هتكون صعبه جدا وهتطول الكل. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فيرغب نبي الله عيسى واصحابه فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون فرصة كموت نفس واحدة. فمن شدة الجوع والحصار اللي هم هيبقوا عايشين فيه في الوقت ده، سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه هيبدأوا يدعوا ربنا سبحانه وتعالى، هيدعوا ربنا ان هو يفرج عنهم الحصار والمجاعة الشديدة دي. وفي الوقت ده هتحصل معجزة عظيمة جدا، ربنا سبحانه وتعالى هيرسل على يأجوج ومأجوج النغف، والنغف ده عبارة عن دودة صغيرة جدا. ربنا سبحانه وتعالى هيرسل الدودة دي ويسلطها عليهم في قفاهم. النغف ده هيكون هو نهاية يأجوج ومأجوج، هيموتوا كلهم في نفس اللحظة وفي نفس الثانية. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فيصبحون فرصة كموت نفس واحدة، كلهم هيموتوا في نفس اللحظة وفي نفس الثانية. وده بيبين قدرة وعظمة ربنا سبحانه وتعالى في خلقه. دودة صغيرة جدا هتكون هي نهاية يأجوج ومأجوج. يأجوج ومأجوج اللي راعبين الأرض كلها، اللي راعبين كل الناس ومخليين سيدنا عيسى عليه السلام والمسلمين اللي معاه متحاصرين في جبل الطور. فالدودة الصغيرة جدا دي هتكون هي السبب في هلاك يأجوج ومأجوج، وكلهم هيموتوا في نفس اللحظة وفي نفس الثانية. أثناء فترة خروج يأجوج ومأجوج ومشيهم في الأرض هيبقى في صوت عالي جدا من الضجيج والتخبيط والترزيع والقتل اللي هيحصل بسبب يأجوج ومأجوج. أصوات عالية جدا وضجيج عالي جدا هيبقوا سامعين المسلمين اللي مستخبيين في جبل الطور. وأول ما ربنا سبحانه وتعالى يستجيب لسيدنا عيسى عليه السلام ويبعث عليهم النغف ويموتوا كلهم في نفس اللحظة وفي نفس الثانية، فجأة كده كل الأصوات دي هتنتهي، كل الضجيج اللي هم عاملينه ده هيقف وهيبقى سكوت وسكون تام على الارض. فالمسلمين اللي مستخبيين في الوقت ده في جبل الطور مش هيبقوا عارفين ايه اللي حصل، مش هيبقوا عارفين هل هم مشوا وراحوا مكان تاني ولا ماتوا ولا ايه اللي حصل لهم اصلا. وفي نفس الوقت هيكونوا خايفين ومرعوبين ان هم حتى يخرجوا يشوفوا ايه اللي حصل، هيكونوا خايفين ومرعوبين يخرجوا فيلاقوا ياجوج وماجوج لسه موجودين ويقتلوهم هم كمان. فالمؤمنين هيبداوا يتكلموا مع بعض، هيدوروا على واحد يخرج يشوف ايه اللي حصل، يخرج يشوف ايه اللي حصل ليأجوج ومأجوج وليه الصوت سكت، ويرجع تاني يبلغ المؤمنين. الشخص ده هيخرج وهو عارف ان خلاص دي نهايته، هيكون خارج بيضحي بنفسه وعارف ان مفيش اي مفر من القتل والموت، لان مفيش اي حد هيقدر يقف قصاد يأجوج ومأجوج اصلا. لما هيخرج هيلاقي يأجوج ومأجوج كلهم ميتين، هيلاقيهم كلهم عباره عن جثث وكلهم مترصصين ومترميين فوق بعض. فهيبدا ينادي على المسلمين عشان يعرفهم ان خلاص يأجوج ومأجوج كلهم ماتوا وربنا سبحانه وتعالى عصمهم وكفاهم منهم. هينادي على المسلمين ويقول لهم: يا معشر المسلمين ابشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم. النبي صلى الله عليه وسلم عشان يوصف عددهم في الوقت ده بيقول إن المسلمين هيستوقدوا بالأسلحة بتاعتهم. 7 سنين المسلمين هيستخدموا الأسلحة بتاعتهم دي في صنع النار. المسلمين هيستخدموا الأسلحة بتاعتهم إن هم يصنعوا منها النار، هيستخدموا الأخشاب والرماح والنشاب بتاعتهم إن هم يولعوا فيها ويستوقدوا بيها النار. فتخيلوا معايا عدد الأسلحة دي قد إيه، الأسلحة اللي هتكفيهم يصنعوا بيها النار لمدة 7 سنين. عدد كبير جدا ومهول جدا، ملوش أي حصر وملوش أي عدد وعقولنا ما تقدرش تستوعبه اصلا. سيدنا عيسى عليه السلام والمسلمين اللي معاه هيخرجوا من جبل الطور وينزلوا على الارض، لكن للاسف لما هينزلوا هتواجههم مشكله كبيره جدا. اما هينزلوا هيلاقوا الارض كلها عباره عن جثث، وكل الجثث متكومه فوق بعض، مفيش اي مكان حتى يقفوا فيه من كتر الجثث. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ثم يهبط نبي الله عيسى واصحابه الى الارض فلا يجدون في الارض موضع شبر الا ملأه زهمهم ونتنهم. لما يخرجوا هيلاقوا الارض كلها عباره عن جثث، كلها جثث مترمبيه ومتكومه فوق بعضها، والارض هتبقى مليانه النتانه والعفن والزهم اللي موجوده بسبب ياجوج وماجوج. فالزهم ده هو الدهون او البقايا اللي باقيه من اجسادهم بعد ما تتحلل، الدهون اللي باقيه منهم ونازله على الارض. فالمنظر هيبقى منظر بشع وصعب جدا، وكمان الريحه هتبقى ريحه فظيعه جدا لا تطاق. وفي الوقت ده سيدنا عيسى عليه السلام والمؤمنين اللي معاه هيبداوا يدعوا ربنا ان هو يخلصهم من كل الفساد ده، هيدعوا ربنا ان هو يخلصهم من اجسادهم ومن جثثهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: فيرسل الله عليهم طيرا كاعناق البخت
فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى هيبعث عليهم طيور شكلها غريب جدا واجسامهم كبيره جدا ما شفناش زيهم قبل كده، طيور غريبه جدا ما نعرفهاش ومش موجوده اصلا على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم بيوصفها وبيقول عنها ان هي شبه اعناق البخت، يعني شبه رقاب الجمال. الطيور دول ربنا سبحانه وتعالى هيبعتهم وهياخدوا كل الاجساد وكل البقايا وكل الجثث اللي موجوده على الارض دي ويطرحوهم حيث شاء الله، هيرموهم في حته الله اعلم بيها. بعض العلماء بيقولوا ان هم يرموهم في البحر، وبعضهم بيقول ان المكان مش معلوم والله اعلم بيه. فايا كان المكان هو ايه، المهم ان هم ياخدوا كل الاجساد وكل الجثث دي ويرموها في مكان الله اعلم بيه عشان يطهروا وينظفوا الارض من كل العفانه والنتن اللي فيها. لكن بعد ما الجثث دي تتشال عن الارض هيفضل برضو لسه موجود النتانه والعفن والزهم اللي موجود بسبب بقاياهم، بسبب بقايا الاجساد والجثث اللي موجوده على الارض. وكمان هتفضل الريحه الكريهه اللي موجوده على الارض بسبب الجثث والنتانه والدهون اللي موجوده على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ثم يرسل الله قطرا لا يكن منه بيت مضر ولا وبر فيغسل الارض حتى يتركها كالزلقه. ربنا سبحانه وتعالى هيرسل المطر عشان تغسل الارض بالكامل. المطر هينزل يغرق الارض كلها وينظف الارض كلها بالكامل. المطر هينزل ويغسل كل حته على الارض، هيوصل لكل مكان موجود على الارض، حتى البيوت اللي مصنوعه من الطوب او من الحجاره والبيوت اللي مصنوعه من الوبر او من الخيام. كل حته في الارض وكل الاماكن اللي على الارض هتتغسل وهتبقى نظيفه جدا، لدرجه ان النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف حال الارض من كتر النظافه واللمعان اللي هي هتكون فيه، ان الارض هتكون شبه المرايه. وبعد نزول المطر اللي هيغسل الارض بالكامل وهينظفها كلها، الارض هتمر باغرب فترات حياتها. اغرب فتره هتمر في تاريخ البشريه، هتكون فتره غريبه وعجيبه جدا من الرخاء والبركه اللي هتعم وهتملى الارض في الوقت ده. الفتره دي هتكون اجمل فتره هتمر على الارض، اجمل فتره هتمر على المسلمين اللي عايشين على الارض في وقت خلافه سيدنا عيسى عليه السلام. الفتره الغريبه والعجيبه دي هتكون هي ان شاء الله موضوعنا في الفيديو اللي جاي. وبكده نكون وصلنا لنهايه فيديو النهارده، فيا رب تكونوا استفدتوا من المعلومات دي واستمتعتوا بيها. لو وصلت لحد هنا ولسه ما عملتش اشتراك للقناه، انزل بسرعه اعمل اشتراك وفعل الجرس عشان دايما يوصل لك كل جديد. تقدر كمان تتابعني على مواقع السوشيال ميديا اللي هتلاقي اللينكات بتاعتها في وصف الفيديو. كمان مستنيين تعليقاتكم واقتراحاتكم للفيديوهات اللي جايه، وما تبخلوش علينا باللايك والكومنت والشير لان ده بيساعد الفيديو على الانتشار والوصول لاكبر عدد من الناس. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.